عندي فيها قريب وبرتقان وليمون ومانجو ونخل، وعامل فيها بيوت محمية. السلام عليكم. برنامج ده اسمه التحالف. هو البرنامج ده ناوي منه خلوه يسوق البلد. الحقيقة دفعني البرنامج ده هو خطاب السيد المشير البشير عمر حسن، وقال عنده مزرعة بتكسبه في السنة مليار ونص. ما بيبيع سر لو قلت أنا الحواشة دي بتصفي في السنة شيء مليون ونص بالجديد، اللي هي مليار ونص، اللي هي 8 فدان. لو تفرغت لها مليار حضاعف ونص العائد. في السنة، مساحتها طبعا. والسيد الرئيس قام سأل الناس قبل كده، أنا ما بقول الرئيس كذاب، لأنه الرئيس ذاته عمل استفتاء للناس، قال له أنا كذبت عليكم؟ الجماعة قالوا لي لا، أهو التسجيل بتاعه. يا جماعة أنا 20 سنة كذبت عليكم، قلت لكم كذب، عملت حاجة كذب. طب مصدق إنك يا سيد الرئيس، إذا كان مزرعة 8 فدان بتنتج مليار ونص، نحن نعتبر إنه النص ده التكلفة، المليار ده أرباح. طيب يا سيد الرئيس، أنا عندي لك فكرة وتتقبل. عندنا مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة ما شاء الله فيه ما لا يقل عن 1000 حواشة مساحتها 18 فدان. احنا دايرين التجربة بتاعتك في الجنينة حقتك دي تودي لنا مشروع الجزيرة. يعني واحنا دايرينك منك نأجر لك الحواشي في السنة ب100 مليون بس، 100 مليون جنيه بالقديم ما بالجديد كمان. 18 فدان نأجر لك بكم؟ نأجر لك ب100 مليون. 100 مليون لو قمنا قسمناها بالدولار الشهري الإيجار ب1000 دولار. أنا شخصيا حأجر لك حواشي، ولو قلت لأي واحد من مزارعي مشروع الجزيرة يا أخي احنا بنأجر منك الحواشي ب1000 دولار في الشهر، حيقبل. ونحن دايرين انك حنأجر لك مشروع الجزيرة ده كله لمدة 100 سنة، اعمل فيه الحاجة اللي انت عايزها. أجره لك بكم؟ ب100 مليون. وانت بكسبك كم؟ اللي قلت الفدان ال8 فدان بتكسبك مليار، شيل الباقي ده كله حلال عليك. احنا حنأجر لك لمدة 100 سنة وما حنعصر عليك. أول حاجة ادينا حق اللي هي كم؟ 500 مليون. أي مزارع يديك 500 مليون كل المزارعين مستعدين يفوتوا ليك، يكتبوا لك عقد إيجار ويدوك القروش دي، وكده نكون حلينا مشكلة مشروع الجزيرة كلها من وإلى. داير تنفيق، داير تعمل طرق، داير تعمل أعمل ما بدأ لك. السيد الرئيس قال إنه بيزرع شنو؟ بيزرع جرين وبرتقان وأنا امبارح قعدت أضرب في الموضوع ده. عندي يعني الصوت فيها ده قريب وبرتقان وليمون ومانجو ونخل. أنا قلت إلا في حالة واحدة، إنه السيد الرئيس ده عشان يبيع الحاجات دي بيعمل كالآتي: بعد ما الجنينة جابت الحاجات، نحن أساسا عندنا ما يقارب 72 وزير في دولة زي السودان. فبقوم السيد الرئيس جزاه الله خير بقوم كلمة يشيل النت عنده الدول العربية يقول له لف على الوزراء ديل وزع لهم، يقول لهم دي جنينة السيد الرئيس. أي زول بيوزعوا له الحاجة الدائرة يقول له شنو، بعد ذاك بيقوم هو مبلغ محدد للرئيس، والرئيس في نهاية السنة بيلقى الحكاية، غير كده ما في حل. أو حل آخر إنه عندنا البلد ما شاء الله فيها دستور، معناها لو كل دستوري خدت لي حاجة معينة طبعا بالجنينة، طبعا بشتري حاجة الجنينة. احنا ما دام ناخد جاي ولا نأجر لك مشروع الجزيرة أي 18 فدان بنأجر لك ب100 مليون فقط. وقول لك السلام عليكم ورحمة الله.